مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين يا أصحابي. مؤخرا في كمية نفسنة وحقد وغيرة وعنصرية تجاه بسمة بوسيل. أنا صورت فيديو قلت لكم فيه إن أنا شفت اللقاء، وإن أنا ما لقيتش في اللقاء حرف غلط، ما لقيتش الست غلطت في حرف، بالعكس اللقاء كان كله نضج، كله ثقة في النفس، كله نجاح انها عدت الاكتئاب ده يا جماعه وان واي، ما فيهوش يوترن، وان واي. اللي بيدخل في الاكتئاب بيفضل فيه مكمل، لان انا مريضه اكتئاب سابقه. اللي بيدخل في الاكتئاب بيكمل فيه سنين وسنين. هي تخطت وعملت موف اون للطلاق، وعملت موف اون للاكتئاب، وسجلت اغاني، ومركزه في حياتها، وبتنجح في البزنس بتاعها، وبتربي عيالها. فالفيديو او الانترفيو اللي عملته مع محمد قيس على قناة المشهد، الانترفيو ده كله نجاح، كله ثقة بالنفس، كله نضوج عقلي بشكل. انا منبهرة بيكي يا بسمة، منبهرة، وارفع لك القبعة انك مريتي بكل التجارب دي وعديتي ونجحتي. طيب ليه بقى في الفيديو ده عايزة اقول ليه النفسنة والحقد والعداء والكراهية والعنصرية على بسمة؟ ليه؟ هقول لكم الأسباب. أنا ست وافهم ليه الستات كويس قوي ممكن يغيروا من بسمة، يحقدوا عليها، يعنصروا عليها، ينفسنوا عليها، لأن أنا ست، أنا فاهمة نفسية الستات. فأنا هعمل لكم فيديو كده بسيط صغير أقول لكم فيه ليه الهجوم والعداء ده. أولا، أسباب كتير تخلي الستات تهجم بضوافرها وتقطعها، لأن بوستات العداء والهجوم عليها غير طبيعي. في public figures، في سوبر ستارز، في مذيعات، في ممثلات، في ناس بقى عادية بقى، ناس عادية بقى كتير قوي بقى، هجوم. طيب، أولا الهجوم على بسمة يرجع لأسباب كتير. واحد، النفسنة. اتنين، الغيرة، الحقد، الكراهية، العنصرية، غسيل المخ، التدجين. هديكوا أمثلة. أولا، النفسنة. بسمة مشهورة، أمورة وصغيرة في السن، وعايشة في وضع اجتماعي ومادي ممتاز. بذمتكم الرجالة والستات مش هينفسنوا عليها؟ لازم ينفسنوا عليها ويغيروا منها ويحقدوا عليها. بسمة ما شاء الله ما شاء الله، فعز شبابها، 30 سنة، عندها بزنس، بتسجل أغاني، عندها 3 ولاد زي الأمارات، قاعدين عايشين في مستوى اجتماعي واقتصادي جميل. فلازم يكون في، طبعا زي القمر، فلازم يكون في شوية نفسنة وحقد عليها. طيب، في كمان عليها عنصرية بشعة. ليه؟ لأنها مغربية مش مصرية. طب ما هو يا جماعة هنا الزاهد طلعت حكت عن جوازها وطلاقها من أحمد فهمي مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة. محدش طلع هاجم هنا الزاهد. ليه؟ لأنها مصرية. أما عشان بسمة مغربية لازم ننهش فيها بقى، إحنا مصريين بقى. طيب، غسيل المخ يا جماعة، إحنا كلنا بلا استثناء منذ الصغر، منذ نعومة أظافرنا بيتعمل لنا غسيل مخ، بيتعمل لنا غسيل مخ أول بأول كده وتدجين، يعني عشان تبقى أفكارنا مدجنة، يعني أفكارنا ما تبقاش out of the box، لا على طول نبقى كده under control كده، عشان إحنا نبقى مدجنين. فلما في ست تتكلم بثقة عن نجاحها، عن حبها لذاتها، عن ان هي عايزه تبني كاريرها، عن ان هي عملت موف اون من الاكتئاب، عن ان هي عملت موف اون من تخطت الطلاق وتخطت الاكتئاب، وبتفكر في نفسها، وتخطت الخيانه والكذب، ودول صدمات كبيره.
ما يفهمش كل ده الا اللي مر بالحاجات دي. فبسمة بتحكي بمنتهى الثقة والجمال. طبيعي ان الستات يغيروا منها، ده حاجة طبيعية يا جماعة، ما ننكرش الستات بيغيروا من بعض، ده حاجة طبيعية. طيب ف خلوا بالكم ان احنا طول الوقت بيتعمل لنا تأقلم او نورمالايز او تبني لافكار الخيانة عادي، الكذب عادي. بس ما بتقول في منتهى منتهى النضج، بتقول لا الخيانة مش عادية، الكذب مش عادي. احنا ما نقولش ان دي حاجة عادية، ربنا ما خلقناش كذابين، ربنا ما خلقناش خونة. طيب هقول لكم بعض الحاجات اللي اتقالت كهجوم على بسمة، وان دي حاجة مش طبيعية. يعني كمية الهجوم دي، قاعدين بيقولوا لها اللي بيهاجموها انت ازاي تهاجمي او تحكي او تتكلمي عن نجم الجيل والسوبر ستار تامر حسني. كمان هي يا جماعه، هي كانت بتحكي مع جوزها اللي عاشت معاه في علاقه جواز 12 او 13 سنه وجابت منه 3 عيال. هي ايه يعني تامر كسوبر ستار او مغني غير، هي بتحكي عن جوزها، ما بتحكيش عن نجم الفنان، هي بتحكي عن الانسان. قاعدين بيقولوا لها طيب ليه خلفتي منه؟ انا شفت واحده كاتبه بوست، طب طالما انت كنتي شايفه خياناته وشايفه كذبه، ليه حبيتي تدبسيه وجبتي له 3 عيال؟ نعم. اولا الست طبيعتها انها بتعشش، الراجل بيطفش، الست بتعشش، يعني بتبقى بتحارب عشان تنجح العلاقة، وحقها تبقى حقها انها تجيب عيال، وحقها انها يعني تحاول تنجح العلاقة. بالعكس، ده لو طلبت الطلاق من اول سنة او من تاني سنة الناس هتهجم عليها، انت ليه ما حاولتيش تعيشي وتعششي وتنجحي العلاقة؟ يعني الست اللي بتنهي جوازها في الاول مش عاجباكم، والست اللي بتطلق بعد 13 سنة مش عاجباكم، مش عارفة، يعني الستات على طول مش عاجبة. وللأسف اللي بيهاجموا بسمة الستات مش الرجالة، مفروض ان الرجالة هم اللي يهاجموها مش الستات، مفروض ان الستات يدعموها. لا، ما احنا البرين ووش بقى، غسيل المخ، الستات هي اللي بتهاجم بسمة. طيب واحدة بتقول لها ده صرف عليكي ملايين. طب ما هو لازم يصرف ملايين يا جماعة، الراجل بيكسب كويس ما شاء الله، دخله المادي كويس جدا، الطبيعي انه يعيشها في نفس المستوى الاجتماعي والمادي بتاعه. يعني هو يعيش مثلا في قصر مثلا في القطامية او في زايد، وهي تعيش في شقة مثلا في مدينة نصر، ما طبيعي هي لازم تعيش، هي مراته وام عياله، لازم يصرف عليها، ده واجبه. هو ما بيعملش فيها جميل، هو ده واجبه انه يصرف عليها، ما هي كانت مراته 13 سنة وام عياله. طيب بيقولوا لها ده عمل لك عمليات تجميل، صوت تامر نفسه عامل عمليات تجميل كتير جدا وزرع شعر، ايه المشكله انه عمل لها عمليات تجميل؟ ايه المشكله؟ على فكره يا جماعه عمليات التجميل دي الناس العاديه بتعملها، مش الناس السليبرتيز. عمليه التجميل دي حاجه عاديه، ما لازم يعمل لها عمليه تجميل. امال يعمل لمين؟ يعمل لمرات البواب؟ ما دي مراته، لازم يعمل لها عمليه تجميل عادي. طيب بيقولوا لها انت بتشتكي دلوقتي انك سبتي الفن وقعدتي في البيت، مش من حقك تشتكي، انت سبتي الفن بإرادتك. يعني انت حجرتي، يعني انت عملتي حجر انها حتى ما عندهاش حق تشتكي وتطلع وجعتها وتتكلم وتقول انها سابت كاريرها وسابت احلامها وسابت طموحها واتجوزت عشان تفتح، ان الحب عماها وابهرها، وعشان تفتح بيت وتكون عيله. انت كمان عايزه تكتميها، مش عايزاها تتكلم، عايزاها تتخرس؟ لا، هي حقها تشتكي وتتكلم وتعبر عن نفسها، ده حقها تعبر عن نفسها. بيقولوا لها
انت ازاي تقولي الكلام ده وتفشي اسرار بيتك؟ اسرار ايه يا جماعه؟ النجوم والمشهورين والسليبريتيز والبابليك فيجر حياتهم الشخصيه موجوده على كل الميديا وعلى منصات التواصل وعلى الجرايد كل يوم. حياتهم الشخصيه قبل الفنيه. هي لا افشت اسرار. يعني يا جماعه في انترفيو مع جليله في لبنان بتحكي انها كانت على علاقه بتامر اثناء جوازه من بسمه. فحياه تامر الشخصيه موجوده في الميديا وموجوده في كل حته من غير ما بسمه تتكلم عليها. بيقولوا لها ما كنتيش اتكلمتي، حرام عليكي، الاولاد ما يشوفوش الكلام ده ويسمعوا الكلام ده عن باباهم. اكسكيوز مي، بجد؟ يعني هما الاولاد اللي عاشوا مع الاب والام بسمه وتامر 13 سنه، الاولاد دول صم بكم عمي؟ ما كانوش بيشوفوا ولا بيسمعوا ولا بيحسوا ولا بيفهموا؟ يا جماعه ما تستهينوش بذكاء اي طفل. الطفل اللي عايش مع اب وام شايف وسامع وفاهم ان في توتر، في مشاكل، في ام مكتئبه حزينه محبطه بتبكي، في اب مش موجود. ما هم الولاد يا جماعه شايفين وسامعين وفاهمين وعارفين كل حاجه. هي بسمه لما كان عندها اكتئاب وبتبكي ومحبطه، الولاد ما كانوش عارفين وشايفينها وكانوا حاسين بالتوتر والمشاكل اللي بينها وبين تامر؟ ما اكيد كانوا عارفين كمان يعني. طيب بيقولوا لها انت اللي اتنازلتي عن احلامك وطموحك وانت اللي قررتي تتجوزي فنان مشهور. ما هي البنت بتقول انا حبيت واتعميت وانبهرت، الحب ابهرني وعماني. يا جماعه مرايه الحب عمية. اللي بيدخل في الحب فعلا ما بيشوفش اي ريد فلاج وما بيشوفش اي عيوب، بيشوف بس مميزات. وهو يعني هو بيخترع شخصية هو بيحبها، ده حقيقة. يعني انتي بتبقي عندك توقعات ملهاش علاقة بالحقيقة عن الشخص اللي انتي بتحبيه. ففعلا مراية الحب عمية. طيب بيقولوا لها انتي اتنازلتي عن طموحك. ما هو احنا بنسمع 24 ساعة في الجوامع وفي الكنائس وفي الميديا وفي الاب والام، المجتمع، المنظمات، بيتك وعيالك بيتك وعيالك يعني انتوا 24 ساعة بتقولوا للستات والبنات بيتك وعيالك وجوزك، ودلوقتي بتقولوا لها انت اللي اتنازلتي عن احلامك وطموحك. يعني بصراحة انا بستغرب. لا الست الناجحة اللي مركزة في نجاحها واستقلالها وثقتها في نفسها لا الست دي عاجبة، ولا الست اللي بتفتح بيت وتربي عيال ويقولها انت اللي اتنازلتي عن احلامك وطموحك. يعني لا هادية غالب عجباكوا الست الناجحة ومكسرة الدنيا من النجاح، ولا بسمة بوسيل اللي اتجوزت وخلفت وربت العيال وقعدت 13 سنة متجوزة وناسية أحلامها وطموحها؟ لا دي عجباكوا ولا دي عجباكوا. طب نستورد لكم مثلا ستات من الصين؟ طب ايه اللي يعجبكوا؟ يعني هادية غالب مش عجباكوا، بسمة بوسيل مش عجباكوا، طب يعني ايه اللي يعجبكوا؟ ايه نموذج الست اللي يعجبكوا عشان نروح نستورده من الصين؟ طيب قولوا لي رأيكم في التعليقات. انتوا رأيكم ايه على سر العداء والهجوم على بسمة؟ قولوا لي بأمانة رأيكم في موضوع بسمة وليه سر الهجوم عليها. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات او الاشعارات عشان يجيلكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. بحبكم، كل سنة وانتم طيبين.